بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي الحلوين المنورين الدنيا كلها، رابعة خمسة ستة. النهاردة هنقول درس مهم جدا ليكوا 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 ليكوا. الدرس ده في غاية الأهمية، والنهاردة إن شاء الله لو سمعت الفيديو أتحداك إن أنت بالنسبة لك الاسم المطولة هتكون سهلة جدا 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 جدا. طبعا درسنا النهاردة عن الاسم المطولة، ازاي اقسم على رقمين. هقولها لك ان شاء الله بطريقه سهله جدا جدا النهارده، وان شاء الله كل اللي هيسمع الفيديو ده اتحداه ان هو من بعد النهارده هيعرف يحل اي مساله اسمها مطوله. مش هطول عليكم، ويلا بينا. ويا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه، ويا ريت لو عجبكم الفيديو يا ريت يا ريت يا ريت تدعموني باللايك والتعليق، وما ننساش مشاركه الفيديو عشان يوصل لكل حبايبي الحلوين. ويلا بينا. النهارده هناخد الاسم المطوله على رقمين، بس قبل ما يا باشمهندسين اشرح لك الاسم المطوله الاول افهمك يعني ايه اسمه، عشان لما نيجي نقسم يبقى الموضوع بالنسبه لنا سهل جدا. طبعا لما بنيجي نقسم انا عندي حاجه اسمها المقسوم، وحاجه اسمها المقسوم عليه، واللي بعد يساوي اللي هو اسمه ناتج او خارج القسمه. تمام. طيب لما بنيجي نقسم بنعمل ايه؟ لازم طبعا يا باشمهندس تكون حافظ جدول الضرب كويس قوي، علشان هنخبط على كل جدول بنقسم عليه ونشوف الرقم ده جواه ولا لا. تمام. طيب لما نيجي نقسم يا باشمهندسين بنقسم من الشمال. حط القاعده دي في دماغك، القسمه شمال القسمه شمال القسمه شمال. انا لما باجي اقسم بقسم الرقم من الشمال، ببدا من الشمال. تمام. طيب اما نيجي نقسم بقى نقسم ازاي؟ صلي كده على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. انا عايزه اقسم 72 على 3. لما بنيجي بنقسم من الشمال 7 على 3. بتروح جدول 3 وتخبط عليه وتقول له يا 3 هو انت جواكي 7؟ قالت لا. نقص 1 يا باشمهندس من السبعة، بقيت 6. 6 على 3. برافو عليك، انا سامعاك. 6 على 3 فيها الاتنين. طيب نقصت كام من السبعة؟ 1. الواحد اللي نقصته بتحطه جنب الاتنين، بقت كام؟ 12. 12 على 3 فيها الاربعة. شفت الموضوع سهل جدا. نقول كمان مرة. 1 على 9. هسألك سؤال، معاك قلم معاك كفاية ينفع نقسمها على 9؟ ما ينفعش، صغيرة. خلي بالك ان انت لما تيجي تقسم لازم العدد اللي انت بتقسمه يكون كبير اكبر. هل الواحد اكبر من التسعة؟ طبعا لا. الواحد هيروح يخبط على 8 ويقول لي 8 يا 8 تعالي معايا عشان انا مش عارفه اتقسم. طالما الواحد جنبه رقم هياخده معاه، بقوا 18. 18 على 9. هنخبط على جدول 9. يا 9 انت جواكي 18؟ قالت طبعا. 2 في 9 ب 18. كده طبعا انا خدت ال8 خلاص مع ال9، خدت ال8 خلاص مع الواحد، فاضل بقى ال9. 9 على 9 اي رقم يتقسم على نفسه فيها واحد صحيح. فطبعا ده اسمه مقسوم عليه خارج او ناتج القسمه. فهمنا يا باشمهندسين ازاي نقسم؟ تعالوا بقى نشوف القسمه المطوله مع بعض، اللي هي نقسم على رقمين ازاي وبطريقه سهله جدا. طبعا القسمه المطوله اللي هي بتكون حرف الكاف، اللي جوه بقى اسمه المقسوم، اللي بره دوا اسمه المقسوم عليه، فوق هنا انا بكتب خارج او ناتج القسمه. هنعمل عمليات مع بعض وهي اقسم اضرب نسل. تمام. طيب نمشي واحده واحده. هنيجي نقسم زي ما قسمنا في المسائل دي عادي جدا جدا جدا. هنقول 8 على 38. ينفع صغير اقسمه على كبير؟ ينفع ال8 هقسمها على 38؟ لا، هحط 0. هاجي اخد الرقم اللي جنبها معايا بقى 89. 89 على 38 الرقم كبير ينفع، بس يا ترى يا باشمهندسين هتقعد تسأل نفسك ايه ده بقى؟ ازاي هقسم 89 على 38؟ مفيش جدول 38، انا مش حافظ طبعا جدول 38. هقول لك انا بقى، لما تيجي تقسم يا باشمهندس ركز دايما اللي احنا هناخد الرقم الشمال مع الرقم الشمال، اول رقم شمال مع اول رقم شمال، يعني ولا كأن ال9 دي موجوده ولا كأن ال8 دي موجوده. فانا هاخد رقم
فهقسم 8 على 3. هنخبط على جدول 3. يا 3 انت جواكي 8؟ قالت لا. نقص 1 بقت 7. جواكي 7؟ قالت لا. نقص 1 بقت 6. 6 على 3 فيها الكام؟ الاتنين. فيها الكام؟ الاتنين. بس قبل ما نقسم الاتنين يا باشمهندسين لازم نضربها في 38 علشان نشوف هل الرقم هيكون اكبر من ال 89 ولا اقل، لان احنا عايزين رقم يكون بيساوي ال 39 او اقل منه، ما ينفعش يكون اكبر. فانا جيت قسمت، قلت ال 8 دي وصلتها ل 6. 6 على 3 فيها الاتنين. بتيجي يا باشمهندس تقول انا هجرب ان انا هضرب 38 في 2. 38 في 2، 2 في 8 ب 16 ماشي، 6 ومعايا الواحد، 2 في 3 ب 6 وواحد 7. طب دي كام؟ 76. صغيره، يبقى هتكتب الاتنين فوق وترجع تضرب 2 في 38. طبعا دي مصلحه اللي احنا عملناها دي لان الناتج عندك اهو بتاع الضرب، وتكتب هنا 76 وتطرح. بنيجي نطرح عادي جدا. 9 ناقص 6 3، 8 ناقص 7 1. طبعا انت بتيجي تنزل اللي عليه الدور. انا في طريقتي يا باشمهندسين بحب انزل الارقام كلها، لان انا جربت ولقيت بعض التلاميذ بتنسى تنزل الارقام، يعني بتنسى ايه الرقم اللي هي نزلته وبتتلخبط. فانت نزل الارقام الباقيه، الثلاثه مفيش حاجه تنزل، الصفر مفيش حاجه ينزل. تمام يا باشمهندسين؟ نعمل خط كده علشان تبقى الإجابة سهلة جدا بالنسبة لك. طيب نفس اللي احنا عملناه فوق هنرجع نكرره تاني. هنقسم 1 على 38، طبعا ما ينفعش. طيب 13 هناخد ال 13 على 38، لا هناخد بقى ال 133. طبعا انا نزلت لما طرحت اداني 13 نزلت التلاته فهاخد ال 133. تمام. 133 على 38. يا لهوي ازاي هقسم الرقم ده كله؟ عودتك دايما خد اول رقم شمال مع اول رقم شمال. طيب 1 على 3 ما ينفعش، هنضطر بقى ناخد ال 13 كلها لان الواحد ما ينفعش يتقسم على 3. طيب 13 على 3 هنخبط على 3. يا 3 انت جواكي 13؟ قالت لا. طب نقص 1 بقت 12. يا 12 انت جواكي 3؟ قالت طبعا الاربعه. قبل ما اكتب الاربعه فوق نجربها. 38 في 4، 4 في 8 ب 32، 2 ومعايا التلاته، 4 في 3 ب 12، 12 و3 15. لا ما تنفعش يا باشمهندس لان دي 152 ودي 133، احنا عايزين رقم اصغر منها، فهناخد على طول اللي اصغر من الاربعه. ايه اللي اصغر من الاربعه؟ التلاته. ايه اللي اصغر من الاربعه؟ التلاته. طيب ونيجي نضرب، تعالى بقى نضرب 38 في 3. 8 في 3 ب 24، 4 ومعايا الاتنين، 3 في 3 ب 9 و2 11. نفعت. يبقى هحط ال 114 هنا ونطرح. 3 ناقص 4 ما ينفعش، هنستلف طبعا، دي بقت 2 ودي بقت 13. 13 ناقص 4 9، 2 ناقص 1 1، 1 ناقص 1 0. طبعا ممكن تكتب صفر او الصفر على الشمال ملوش لازمه، الصفر ما تحتوش حاجه ينزل. طيب 190 على 38 برضو اتفقنا نعمل ايه يا باشمهندسين؟ برافو عليك. ميس سحر قالت الشمال مع الشمال، اول رقم شمال مع اول رقم شمال. 1 على 3 طبعا صغننه، هناخد ال 19. 19 على 3 دور في جدول 3 جواكي 19. قالت لا. نقص 1 18. 18 على 3 فيها الستة. طب تعالى نجرب الستة. 6 في 8 48، 8 ومعانا الاربعه، 3 في 6 ب 18، 18 و4 19 20 21 22. ايه ده؟ دي 228 ودي 190. ناخد اللي اصغر منها، يعني احنا بنجرب الرقم وناخد اللي اصغر منه. ايه اللي اصغر من الستة؟ الخمسة. طبعا تكتبها على طول لان فعلا الاصغر هو بينفع على طول. طب تعالوا نجرب 38 بقى في 5 اللي هي الصغيره، 5 في 48 صفر ومعانا الاربعه، 3 في 5 ب 15 و4 19. ايه ده طلع الناتج. طبعا صفر صفر صفر. صفرت، طالما صفرت تبقى المساله خلصت، يبقى الاجابه عندي فوق 235. شفت يا باشمهندسين الموضوع سهل جدا ازاي؟
طيب عشان غلاوتكم عندي تعالوا نشوف كمان مسألة. هناخد 3224 على 26. هنعمل ايه يا باشمهندسين؟ 3 على 26 ما تنفعش. هناخد 32. ال 32 اكبر من 26 تنفع. طالما تنفع ناخد رقم شمال مع رقم شمال. 3 على 2 هنخبط على جدول 2. يا 2 اللي جواكي 3؟ قالت لا. نقص 1 بقت 2. 2 على 2 فيها الواحد. طبعا مفيش اصغر من 1 فاكتبه. ينفع. نضرب بقى. هنا مش محتاجه ان انا اجربها لان خلاص هو فعلا 2 على 2 فيها الواحد. خلاص هو الواحد اصغر حاجه. 1 في 26 ب 26. ونبدا نطرح. 2 ناقص 6 ما ينفعش. استلف. دي بقت 12 ودي بقت 2. 12 ناقص 6 6. طبعا 2 ناقص 2 صفر. ممكن نكتبه ممكن لا. وننزل الارقام الباقيه. 2 4. طبعا الاثنين اللي عليها الدور نزلتها. انا نزلت الاربعه عشان ما نتلخبطش. اما نيجي نقسم بقى انت تبقى عارف ان احنا دلوقتي هناخد ال 62. 62 على 26. طيب برضو اول رقم شمال مع اول رقم شمال. 6 على 2 فيها الثلاثه. طيب اكتب الثلاثه؟ لا، نجربها الاول يا باشمهندسين. ان انت تاخد ال 26 في 3. 3 في 6 ب 18. 8 ومعانا الواحد. 2 في 3 ب 6 وواحد 7. لا دي 78 ما تنفعش. خد بقى اللي اصغر من الثلاثه الاثنين. 26 في 2. 2 في 6 ب 12. 2 ومعايا الواحد. 2 في 2 ب 4 وواحد 5. دي 52. يبقى الاثنين نفعت. اكتب الاثنين فوق. ارجع اضربها وانا لسه طبعا ضاربها واحط ال 52 تحت ال 62 اللي انا قسمتها. ونطرح. 2 ناقص 4 مفيش حاجه تنزل. 2 ناقص 2 صفر. 6 ناقص 5 1. طب حلوة أوي. نيجي نقسم تاني. 1 على 2 ما ينفعش. هاخد ال10. 10 على 2 فيها الخمسة. طيب تعالوا يا باشمهندسين نجرب الخمسة. 5 في 6 ب 30. صفر ومعايا التلاتة. 2 في 5 ب 10 و3 13. لا يا مش صح. ده دي 130 ودي 104 كبيرة. ناخد اللي أصغر منها. اللي اصغر منها الاربعه. 4 في 6 ب 24. 4 ومعايا الاثنين. 2 في 4 ب 8. 8 و2 10. ايه ده؟ ده طلع 104. الرقم طلع عندي. صفرت يا باشمهندسين وفي ثواني. شفت الموضوع سهل جدا ازاي؟ سهل جدا جدا. عايزاك انت بقى يا باشمهندس حل انت بقى. يا ريت المساله دي تحلها انت. اتمنى يا رب ان انا اكون بسطت لكم القسمه المطوله بطريقه سهله جدا. القسمه شمال زي ما اتفقنا. تاخد الرقم الشمال مع الرقم الشمال وتبدا تجرب. الرقم كبير جرب الرقم اللي تحته على طول وهكذا. هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل جدا جدا. اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا فهمتوا. اشوفكم في فيديو جديد. ويا ريت يا باشمهندسين ما ننساش اللايك لو احنا فهمنا والفيديو عجبكم. كان معاكم طبعا مس سحر صبري وكنوز الرياضيات. باي باي مع السلامه.